كيفاش الا بغيت ننزل النسبه ديال الدهون اللي عندي في الجسم خاصني نزيد النسبه ديال العضل. انا نشرح لك بالزربه. الجسم ديالنا فيه جوج ديال الحوايج اللي النسب ديالهم كيتغيروا وكيتفاوتوا، وهي العضل والدهون. انت ملي كتدخل الجسم ديالك وضع ديال انه يزيد الكتله العضليه، هذا الشيء هذا كيدفعوا لانه ينقص من الكتله ديال الدهون اللي فيه. وهاد العمليه كيفاش كدير؟ ملي كدير تمارين اللي كتعاون الجسم انه يبني العضل، واللي احسنها بطبيعه الحال هي تمارين المقاومه، يعني الميسكيلاسيون، البادي بولدين، بناء الاجسام، كمال الاجسام. المهم العضله ديالك ملي كتحط انت تحت داك الضغط اللي كيوقع هو كتقطع دوك الالياف العضليه. الجسم خاصو يعاود يبنيها، وهذيك العمليه ديال البناء كتطلب ليه طاقه اللي هي كبيره بزاف. ديك الطاقه منين كيجيبها؟ المصدر ديال الطاقه اللي كنا هضرنا عليه في فيديو اخر، وهو الدهون اللي كاين عندك في الجسم، بالاضافه للكربوهيدرات اللي كتكون في الماكله ديالك، يعني الماكله ديالك بصفه عامه. الجسم ديالك انت هنا كياخذ طاقه من الدهن، ولكن الا كنتي متبع نظام غذائي اللي فيه واحد النقص معقلا في السعرات الحراريه، ماشي نقص عشوائي على حسب الوضع ديالك ولا على حسب النسبه ديال الدهون في الجسم ديالك، كتدفع الجسم ديالك على انه ياخذ ديك الطاقه اللي باقا خاصه